نوصل لغايه 10 ثواني. حسين زكي يلعب الكره في الجناح، مظبوط، ما نشوطش على المرمى، صح، مش عايزين نجيب هدف لان الكره هتبقى غلط علينا وتقع من الكره من ايدينا. اهو حصل فاول مهاجم، باقي ثواني وخارج الملعب. الحمد لله، اشكرك يا رب، الحمد لله. ثواني اعزائي مشاهدي القناه الثانيه والبرامج الرياضيه في كل مكان، الفراعنه المصريين يلعبوا في نهائي بطوله الامم الافريقيه للرجال لكره اليد. يفوز المنتخب المصري، مبروك، مبروك للشعب المصري، مبروك لكل المصريين في كل عالم. المصريين يتأهلون لأولمبياد بكين. أعزائي المشاهدين، يحطمون الصعاب بهذا الفريق الصاعد الواعد الذي يضم الخبرات والشباب المصري الجميل هايل. الفراعنة يفوزون على منتخب تونس. هادي مصطفى وهادي كابتن حسين، الله، يعجز اللسان عن وصف هذه المشاعر، ولكن هناك جملة أقدر أقولها ويقولها كل المصريين ومحبي كرة اليد في العالم. احنا حلمنا وتمنينا وحلمنا وعلى ايديكم كسبنا. 16 بطل مصري بأنجولا يفوزون ببطولة افريقيا للرجال لكرة اليد. أكبر يا مصر، الحمد لله. فاز الأبطال، عملها الرجال، عملها 16 بطل في أنجولا. لكل من يشاهد كرة اليد، مبروك لأبناء مصر. هو ده الكلام. أحمد الأحمر، بلاي اوف ذا ماتش، مان اوف ذا ماتش، رجل المباراة. أحمد الأحمر بياخد جايزته، يستحق الراجل، عمل حاجات جميلة. دي مصر، دي رجالتها. بنبارك لكل الشعب المصري وعلى رأسهم السيد الرئيس محمد حسني مبارك بهذا الانتصار الجميل، الانتصار الرائع لهؤلاء الابطال. يعني يسجل اهداف يعني سهله للدفاع التونسي، واعتقد ان المنتخب التونسي يعني ما قصرش، يعني كان فيه فرص حقيقيه، يعني كان فرص من الست امتار، لكن تالق محمد النقيب هو اللي وقف الهجمات هذه، هو اللي كان بالمرصاد للهجمات التونسيه. ونهنيها على المباراه اللي قدمها حقيقه محمد النقيب، لانه حقيقه اللاعبين التونسيين يعني كانوا وجه لوجه مع الحارس النقيب، لكن هو كان متألق في المباراة. نعم، سر نجاح منتخب المصري كابتن حميد، يعني بغض النظر عن أداء وتألق الحارس حماد النقيب، يعني ما هي العناصر التي ساهمت في فوز وخاصة الوجه المغاير تماما لما قدمه في الشوط الأول المنتخب المصري؟ أعتقد أن الشيء الأول اللي خلى المنتخب المصري أيضا لمدربه عرفان اسماعيل الجيتش، نعم، قراءة جيدة، كوتشينج جيد في شوط المباراة الثاني. ربما كان هنالك بعض من اللوم لماذا لم يأخذ وقت مستقطع عندما كان المنتخب المصري متأخر ب5 أهداف فارق، أخذ وقت مستقطع يعني قبل نهاية المباراة في الشوط الأول بدقيقة ونصف، لكنه عرف كيف يقرأ نقاط قوة وضعف منتخب تونس، وهذا ما لاح جليا في الشوط الثاني. تغير وجه منتخب مصر يعني كلياً. بشكل كبير، نعم، كليا، والتميز خاصة على المستوى الدفاعي، وأيضا نجاح هجومي بشكل جيد. على كل فوز يحسب للعناصر المصرية، وايضا يحسب ايضا للمدرب كابتن حميد، يعني مدرب خبره كبيره في الملاعب كلاعب، وايضا خبره خاصه كانت له خبره
كمدرب مساعد للينو شيرفار مدرب المنتخب الكرواتي بطل العالم 2003 وأيضا صاحب ذهبية أولمبياد أثينا 2004. ربما كونت لهذا اللاعب السابق ومدرب شاب كونت له خبرة كبيرة، خاصة وأنه نجح في استثمارها مع منتخب مصر. نعم حقيقة شفنا حتى التغييرات اللي كان يقوم بها في الهجوم، يعني قد ما استغل عبد السلام كظهير ايسر مكان حسين زكي، ونعرف ان حسين زكي يعني ذات خبرة كبيرة ولاعب كبير في منتخب مصر. عبد السلام يعني اعطى